اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، ولسه مكملين في حلويات العيد. بصوا النهارده عاملين البتفور. بصوا عملنا القراقيش وعملنا الكحك وادي البتفور. القراقيش طلعت جامده معانا، والبتفور والكحك كله احلى من بعض، وكل سنه وانتم طيبين. يلا ندعي لامواتنا بالرحمه ونصلي على الحبيب ونبدا ونقول احنا عملنا البتفور الجامد ده ازاي. مقادير ايه؟ يلا نصلي على الحبيب ونسمي بسم الله. جبنا الميزان بتاعنا. عايزه اوريكم انا حطيت قد ايه زبده، والزبده تكون بدرجه حراره الغرفه. دول 300 جرام زبده. حطينا على الميزان. بعد كده نجيب البوله بتاعتنا وننزل الزبده بتاعتنا. احنا مقطعينها مكعبات، مخرجينها من التلاجة من قبلها بشويه. ومج سكر بمعدل 160 جرام. نبدأ بقى نفككه كده بالراحة بإيدينا عشان ما نبوظش المضرب بتاعنا. زي ما انتوا شايفين هي طالعة من التلاجة، بس ايه لينة، تكون لينة شوية. انا طلعتها من الفريزر عشان بحتفظ بالزبدة في الفريزر. طلعتها من الفريزر، قطعتها مكعبات وسبتها في التلاجة لحد ما اجي اشتغل بيها. كده حطينا السكر وعليها الزبدة وعليها السكر. فككناها شوية، وبعد كده بقى نبدأ بالمضرب بتاعنا. لم الجوانب كده من وقت للتاني عشان كله ياخد ضرب بعضه، كله نفس المستوى، يتضرب مع بعضه، ما يبقاش فيه حاجة مضروبة وحاجة مش مضروبة. وابدأي واصلي تاني. ريحي المضرب بتاعك طبعا عشان الزبدة بتبقى تقيلة شوية. على فكرة يا حبايبي، أول مرة أعتمد الطريقة دي. بصوا كل ما تزودي الضرب بيبقى اللون بيفتح معاكي وبيبقى كريمي بالشكل ده ازاي. وانا كده كده يعني بريح المضرب وبرجع اواصل ضرب تاني. مدة لا تقل عن 10 أو ربع ساعة بالظبط. اما لقيت اللون افتح معايا 2 عدد بيض. طبعا حطينا الفانيليا، البيض لازم نحط الفانيليا. اول ما بتختفي قوامك خلاص بقى كريمي والسمنة والسكر فتحوا، بنحط بقى البيض. دي تاني بيض. البيضة الاولانية اختفت، البيضة التانية تختفي. ونبدأ برضو نواصل الضرب ونلم الجوانب زي ما احنا متفقين عشان يبقى كله مضروب معانا بنفس المستوى. كده خلاص احنا مش عايزين اي حاجة منه بقى، بصراحة تحفة. نيجي بقى للمرحلة التانية اللي هي مرحلة الدقيق. ده 500 جرام يا حبايبي، وهقول لكم خد مننا تاني او ما خدش. هتشوفوا معايا، واصلوا معايا الفيديو للاخر وهتشوفوا. نبدأ بقى. احنا ما بنعجنش عشان ما يعملش معانا عرق ويعضم ويانا. ذرة ملح ما ننساهاش، وربع معلقة بيكنج باودر، معلقة الشاي عشان ما يفرش مني. بصوا قد ايه، ربع معلقة صغيرة، بتخليه هايش وما يفرش معانا لو زودناه. بصوا المرحلة دي انا بحط ايدي السليمة اللي هي مش في العجين بتلزق، يعني حاجة بسيطة. هبدأ اعمل ايه؟ ارش رشة دقيق تاني. ده الدقيق بتاعنا اللي احنا مستعملينه يا حبايبي، دقيق الاصيل ده. اول مرة استعمله وبصراحة ما خذلنيش. بصوا كده خلاص القوام بتاعنا اخد حوالي 50 جرام. يعني ال 300 جرام زبدة اخدت 500 جرام دقيق، ومعانا 50 جرام تاني. نبدأ بقى نقسمها. ده الجزء اللي هنحط عليه شوكولاتة. حط معلقتين اتنين، معلقة الاكل دي كده كاكاو خام. وابدأ اعجنها. انا حطيت لها معلقة سمنة. ايوه دي معلقة زبدة مسيحة اللي احنا مسيحينها يا حبايبي. احنا سيحنا زبدة صفرا على زبدة بيضة، وبدأنا نتعامل معاها مع كل حلوياتنا. انا حطيت ايه؟ حطيت معلقه سمنه بلدي. السمنه البلدي اللي انا حطيتها على الاخر دي بتدي طعم جميل جدا مع الزبده.
طبعا انا بحب احط سمنه بلدي، الزبده ديت عادي، بس السمنه البلدي بتكسر الطعم وبتخلي طعمها تحفه. حطيت هنا معلقتين عشان الكاكاو، وحطيت معلقه للتاني واحده عشان تدي طعم للزبده. يلا نجيب القمع بتاعنا ونبدا احنا مسخنين الفرنه. قطعت القمع، قطعت الكيس الحلواني على قد القمع، وببدا انزل. بصوا بينزل معايا بكل سهوله ازاي. حاولي توحدي ايدك، انا بوحد ايدي كله يبقى مقاس واحد عشان لما اجي الزق البيتيفور يبقى معايا مقاس واحد، مفيش واحده اكبر من التانية. نازل معانا بكل سهوله وطالع بصراحه شكله جميل. نبدا نعمل الشكل التاني، بس بصراحه انا ما حبيتهوش، انا حبيت اللي هي الورديه الجميله دي. هنا جبت الصاج التاني، صاج الفرنه. زي ما قلت لكم يا حبايبي، انا احفادي كلهم قالوا عايزين نسوي في الفرن يا تيتا. جبت لهم صاجين وبقينا نبدل اللي يستوي نعمل غيره لحد ما خلصنا حاجتنا. خلي ايدك خفيفه كده وانتي بتكبسيها، بيطلع بصراحه على الفرنه. وجبته، بصوا طالع الله اكبر، بسم الله ما شاء الله عليه. يلا هنبدأ بقى نلزق. تسويته طالعة جميلة. سيحت شوكولاتة بيضة والشوكولاتة التانية الغامقة، وبدأنا. الأستاذ أحمد قال لي يا تيتا انت تقعدي تعملي واحدة واحدة، تعالي أنا هوريكي رصة جميلة. وعملهم صف واحد، قلت له ماشي شاطر يا أستاذ أحمد. وبدأنا نحط جنب شوكولاتة غامقة ونسيبه ايه يتجمد بسرعة، بيتشمع. والجنب التاني شوكولاتة بيضة. دي فكرتك انت يا أستاذ أحمد، صح؟ صح. ايه رأيك؟ حلو. كنت عايزة ترص صف واحد. بصي بقى في النص كده تحطي سبرانكل، تحطي سوداني، تحطي اي حاجة معاكي تكسر اللون. بصوا ده اللي انا عملته بالشوكولاتة، والتاني عملته بالمربى والفرماسيه. طالع بصراحة مش قادرة اقول لكم على الجمال. وكل ده من حوالي 550 جرام دقيق واتنين بيضة وقوام قوام. يلا قومي تشطري واعملي لولادك. الله على الجمال. لو عجبك الفيديو ما تنسينيش بدعوة حلوة ولايك وشير، سبسكرايب لتيتا زوزو. كل سنة وانتم طيبين، ويا رب يعود علينا وعليكم الأيام بألف ألف خير. السلام عليكم. افتحي بقى.